إلى جانب السياسة، وقدمت من الواقع، صار من الواقع إلى الحقيقة وإلى التغيير من خلال تيار. ممكن تتكلم لنا شلون راح تقدم للشعب بعد ما صرت في مجال السياسة؟ للأمانة أنه الجانب الإنساني هو لا يختلف عن السياسة. بلهجتنا إحنا نرجع ما أفسدوه السياسيين. كل اللي تكلمت عنه هذا مو واجبي، هذا واجبهم تجاه بلدهم، هذا واجبهم اتجاه المسنين واتجاه الأيتام، هذا واجبهم لأن خلوا آباهم تخوض معارك وبالأخير تركوا أولادهم. على الأقل أنه هذا الطفل يعزز ويكرم ويقدر ويحترم. لهذا السبب أنه الجانب الإنساني لا يختلف عن الجانب السياسي إطلاقا. بالجانب الإنساني لو صلحت الإنسانية أو لو صلحت عفوا السياسة ما كانت هنالك إنسانية. لو كانت هنالك سياسة حقيقة عادلة بهذا البلد ما كان داعي أنه احنا نعمل بالجانب الإنساني على مدار 15 سنة. نفس خطاباتي على مدار 15 سنة نفس الخطابات هسه حاليا في سنة 25، نفس الخطابات اللي كنت أتكلم بها ب2010 لحد هذه اللحظة، نفس الخطابات، ما تغير شيء بهذا الواقع وبهذا البلد. أكو هنالك ناس تذبح يوميا، ثقي بذات الله، يوميا أنه أقابل أكثر من 200 عائلة بباب الدار تتألم حسرة وألم. التقيت بشخص يقول أمنية حياتي تكون عندي 1000 دينار حتى أخذ أبرة مسكن حتى أنام ساعتين. فأتخيل المأساة اللي احنا عايشين بها، وبالأخير إلى متى نقوم مكتوفي الأيدي؟ لهذا السبب احنا من لا شيء عملنا شيء وحققنا اللي ما حققه أي إنسان وأي جهد. دولة ربما ما قدرت أنه تحقق اللي حققناه على مدار هذه السنوات كلها. فبالتأكيد نقدر أنه حقيقة نحقق شيء لهذا الشعب، نقدر أنه احنا نعمل شيء لهذا الشعب. من لا شيء سوينا شيء. وأيضا حتى بالهاشتاج مالنا احنا مو وعود، فعلنا موجود، فعلنا موجود في كل مكان تركناه، إنجازاتنا موجودة في كل مكان تركناه. لهذا السبب أنشأنا تيار، وهذا التيار ارتئيت أنه يكون على اسم البرنامج. اسمه هو من الواقع، فسميناه تيار من الواقع. من الواقع حتى يكون هو فعلا من الواقع، حتى نقدر أنه احنا نوصل ونحقق كل شيء يحتاجه بإذن الله يا ربي. ما أريد أتكلم بهذا الموضوع لأن ربما مصدع رؤوسهم من بقية الدعايات الانتخابية، ولكنه احنا الحمد لله والشكر أعمالنا موجودة، وأعمالنا هي خير شاهد على كل ما نقدمه. فبالتالي يكون هنالك مبدأ أنه اعمل بصمت وخل عملك هو يتكلم.